السلام عليكم، انا ايمن محمد وان شاء الله رجعنا في فيديو جديد. النهارده حبيت كده نراجع الاسعار بعد طبعا شهرين تقريبا او 3 شهور من التعويم. طبعا احنا كلنا عارفين ان في بداية السنة كان الدولار وصل لغاية 70 جنيه و65 جنيه وارقام غريبة جدا، ثم ظهر قرار التعويم فبدأ سعر الدولار شوية يهدى او شوية يستقر، سواء في السوق السوداء او في البنوك نفسها. النهارده احنا بنتكلم تقريبا متوسط الدولار 48 جنيه، وبناء على ده هنشوف الاسعار وصلت لغايه فين. في مناطق العاصمه هنحاول ناخدهم كده منطقه منطقه ونشوف كل منطقه ايه انواع العقارات اللي موجوده فيها، ونحدد بدايه الاسعار. يعني طبعا مش شرط ان بدايه السعر ده يبقى هو ده سعر المنطقه كله. ممكن منطقه يبقى بدايتها 70,000 وتلاقي مشروعين جنب بعض، واحد بيبيع المتر ب70 واللي جنبه بيبيعه ب90. يعني دلوقتي التسعير بقى ما فيهوش منطق شويه، وبقى يعني مختلف كتير، في تفاوت ما بين شركة وما بين التانية، وما بين حتى الشركة نفسها. يعني لو كان سعرها من 4 5 شهور حاجة، النهاردة ممكن تلاقيه ضعيف مرتين ولا حاجة. فهنبدأ بأول منطقة، هي منطقة الداون تاون. الداون تاون طبعا فيها إداري وفيها تجاري وطبي. بداية الأسعار للإداري بنتكلم المينيمم 60 65 ألف جنيه للمتر، ده أقل سعر إداري متاح في الداون تاون النهاردة. يوصل لغاية 100 ألف تقريبا. الإداري بيوصل في بعض المشاريع ل 100 ألف في الداون تاون. لو اتكلمنا على التجاري بيبدأ تقريبا من 120 ألف للمتر، وده التجاري المتكرر مش التجاري الأرضي. يعني ممكن تلاقيه دور تاني دور تالت، يوصل لغاية 300 ألف المتر في الدور الأرضي. فبرضو الأسعار بتاعت التجاري زادت زيادة كبيرة. يمكن الإداري زاد أكتر لأن الإداري كان لغاية فترة قريبة في أسعار مثلا نقول 35 ألف و30 و37، لغاية مثلا نقول من 6 شهور أو 8 شهور فاتوا، فالزيادة يعتبر الضعف. التجاري زاد حوالي 60 70% من سعره القديم. الطبي بنتكلم ان هو برضو سعره بيبدأ من 70,000 يوصل لغاية 100,000 في بعض الشركات، فبرضو الطبي زاد زيادة كبيرة تقريبا حوالي 80 90% زيادة في نقول من السنة اللي فاتت تقريبا. عندنا الحي الحكومي. الحي الحكومي ما فيهوش غير اداري بس، مش متاح فيه ولا طبي ولا تجاري. تقريبا متوسط السعر في الحي الحكومي للمتر النهارده 120 125 الف جنيه للمتر، فدي برضو زياده كبيره لان هو تقريبا 100% زياده. لان الحي الحكومي احنا كنا بنتكلم متوسطات الاسعار 60 الف و70 الف للمتر من حوالي مثلا نقول سنه او حاجه. الابراج السياحيه متاح فيها اداري وتجاري وطبي. النهارده بنتكلم ان بدايه السعر في الاداري في الابراج السياحيه حوالي 87 الف جنيه للمتر، يوصل لغايه 200 الف، 200 و200 وشويه. متوسط السعر للطبي يبدا من حوالي 90 الف يوصل ل 160 180 الف. متوسط التجاري يبدأ من 110 ألف، ده برضو التجاري المتكرر، يوصل معايا لغاية 400 ألف جنيه المتر في الأبراج السياحية، وممكن بعض الشركات تكون كسرت الرقم ده كمان. بالنسبة للمدينة الطبية، المدينة الطبية هي ما فيهاش إداري طبعا، كل اللي متاح فيها بيكون تجاري وطبي. التجاري في المدينة الطبية متوسط سعر المتر بنتكلم تقريبا حوالي 150 ألف 160 ألف، لأن المشاريع في المدينة الطبية مش متاحة كتير. الطبي تقريبا بنتكلم في حوالي 88 ألف 86 ألف للمتر كعيادات. لو رحنا المنطقة زي الام يو 23، الام يو 23 متاح فيها اداري تجاري طبي. الاداري هناك بنتكلم متوسط من 85 الف او 80 لغايه 100 الف تقريبا. الطبي نفس الكلام من 80 الف ل 100 الف. التجاري بنتكلم انه تقريبا بيبدا من 140 الف في المتكرر، يوصل لحوالي 250 300 الف في الرينج ده كمتر تجاري. وطبعا دايما في التجاري السعر الاعلى هو بيبقى للدور الارضي مش للمتكرر. لو رحنا لمنطقه السي بي دي، فالسي بي دي متاح فيها اداري وتجاري، مش متاح فيها طبي. الاداري في السي بي دي بنتكلم المينيموم، الحاجات اللي هي مش على الشارع الرئيسي، بنتكلم في حدود 80 الف المتر تقريبا، 80 85 الف، توصل لغايه 200 الف كسعر متر اداري. التجاري المتكرر في السي بي دي اللي هو مش صف اول بنتكلم تقريبا 160 الف المتر، يوصل لغايه 400 الف المتر كمتر تجاري. وممكن بعض الشركات هناك اللي هي صف اول وقريبه شويه من البرج الايقوني يكون السعر الارضي زاد فيها عن كده كمان شويه. لو رحنا بقى للسكني، فالسكني هو موجود يعتبر في منطقتين، الار 7 والار 8. تقريبا متوسط السعر للسكني بنتكلم في نطاق ال 30 ألف جنيه للمتر.
يقل شويه، وده نادر لو لقينا اقل من كده، ويزيد بقى يوصل لغايه 60,000 المتر و70,000 المتر حسب التميز بتاع الكومباوند، حسب اللوكيشن، حسب مواصفات التشطيب، نظام السداد، الكلام ده كله. بس في الغالب بنتكلم النطاق الطبيعي اللي موجود للسكني سواء في الار 7 او الار 8 من 30,000 ل 40,000 جنيه للمتر. وبيختلف بقى نظام السداد، لان في بعض الحاجات السكني استلامها فوري او استلامها قريب، فطبعا دي بيكون نظام السداد فيها مضغوط. وفي حاجات تانية سكني استلامها لسه 3 سنين و4 سنين، فطبعا دي بيبقى نظام السداد بتاعها اريح شويه. في الغالب احنا بنتكلم السكني في حدود من 30 ل 40 الف جنيه المتر، ده الغالب اللي هنلاقيه معظم الحاجات. طبعا في حاجات اعلى من كده شويه، وفي حاجات نوادر اقل من كده، وفي الغالب دي بتبقى كاش. طبعا احنا اهتمامنا بنقطه السعر هي نقطه مهمه عشان اقدر احدد البادجت بتاعي كام. يعني انا محتاج كام عشان اكون موجود في كل منطقه. اقدر اقيس بسعر المتر واقول والله انا معايا مثلا 4 مليون جنيه، الاداري في الداون تاون المتر فيه ب70,000، هقسم ال 4 مليون على ال 70,000 هيجيب لي تقريبا متوسط مساحه 50 متر، 55 متر. فاعرف ان انا لو رحت الداون تاون تقريبا هشتري من 50 ل 60 متر اداري. طب لو قلت انا معايا 4 مليون وعايز اشتري تجاري في الداون تاون، ال 4 مليون على ال 120 الف هيجيبوا لي تقريبا متوسط مساحه 30 متر في الحدود دي. فاعرف، و30 متر دور متكرر مش دور ارضي، فاقدر احدد انا البادجت اللي معايا يوديني فين. لو انا عايز شقه 3 غرف، طب متوسط السعر تقريبا 30 الف، الشقه 3 غرف 150 متر، 30 في 150 فهلاقي جاب لي تقريبا بنتكلم في حدود 4 مليون ونص 5 مليون. ده المتوسط اللي اقدر اشتري بيه شقه 3 غرف. فهي الفكره في الاسعار ده اهتمامنا بيها، مش بنشوف السعر عشان نشوف ايه ارخص منطقه او ايه ارخص حاجه ونروح لها. طبعا السعر هو سبب رئيسي في الشراء، سبب رئيسي ان انا احدد بيه بادجتي يوديني في انهي نوع استثمار وفي انهي منطقه وفي انهي مساحه، ويحدد لي شويه انهي شركه اللي اروح لها. لكن ما بنيش خالص ان انا الشركه دي سعرها رخيص فانا اروح لارخص حاجه، او المنطقه دي رخيصه فانا اروح لارخص حاجه. احنا الفكره السعر مهم عشان احدد بادجتي، لكن في حاجات تانية بتاثر على استثماري. لو انا داخل اشتري استثمار، حاجات تانية بتاثر على السكن، المنطقه والمستوى اللي انا هسكن فيه، فانا لازم ابقى مخلي بالي بيها كويس جدا. يعني مثلا التميز بتاع المدينة والمستوى والموقع بتاع المدينة وسهولة الوصول والخدمات اللي موجودة فيها. جوه المدينة نفسها تميز المنطقة اللي هشتري فيها والمشروع اللي هشتري فيه والمستوى بتاعه كخدمات وكسهولة وصول. مستوى الشركة اللي هشتري معاها، هل هي شركة ثقة ومحترمة وهتقدر تلتزم بكلامها ولا لا. خدمات المشروع اللي موجودة معمولة صح ومتوزعة صح ولا لا. نسبة الار او اي، لو انا بشتري كاستثمار هكسب كام من المشروع ده، ولو قصادي مشروعين 3 وهحط فيهم نفس البادجت، هحط 5 مليون هنا هيكسبوني كام، وهحط 5 مليون هنا هيكسبوني كام. فلازم اقدر اعمل الحسبة دي كويس جدا. الورق القانوني، اقدر ان انا راجع الورق القانوني كويس واعرف ان مفيش فيه اي مشاكل. العقود، اقدر اقرا العقد وافهم البنود بتاعته، وافهم ايه الحاجات اللي مطلوبة مني بناء على العقد ده، والالتزامات اللي هتكون عليا، ايه الحقوق اللي ليا واللي المفروض اطالب بيها الشركة وتكون موجودة في العقد واقدر ان انا اضمنها. ففي نقط كتير في العملية البيعية لازم تكون موجودة مع السعر. السعر ممكن يبقى حاجة بنفصل بيها، بس طبعا ما نتخلاش عن باقي النقط ديت. لازم نراجع الموضوع كله بصورة كاملة عشان اقدر اوصل لقرار، لان احنا النهاردة بنتكلم ان العقار بقى اصعب من الاول كمان ان انا اشتريه. يعني لو الاول كنت بقول ان معايا 2 3 مليون اقدر اقسط وحده ب 2 3 مليون فهقدر اشتري عقار، لا النهارده الموضوع بقى اصعب. بقى عشان اخد وحده كويسه هلاقي نفسي بقسط 5 6 مليون. بقى عشان ادفع مقدم محتاج الم 500 600 الف جنيه عشان اقدر ان انا اشتري وحده سواء تجاري اداري سكني. فاحنا ما بنتكلمش في ارقام قليله، وما بنتكلمش في ارقام سهل ان انا خلاص انا هروح ادفع مثلا مليون جنيه مقدم فلا قدر الله يطلع اختياري غلط هقول مش مشكله. لا، يعني لو الاول كنا بنشتري وحده اداري بمقدم 100,000 و150,000 فكانت الامور نقدر نقول بسيطه شويه. لكن النهارده احنا بنتكلم اقل وحده هدفع فيها مقدم تقريبا 400,000 500,000 جنيه. فالموضوع زاد بشكل كبير. زاد ليه؟ لان العقار فيه مكسب، ولان الناس كلها متوجهه للعقارات، وطبعا بسبب الظروف الاقتصاديه اللي حصلت دي خلت الزياده مرتين 3 اكتر.
فدايما دايما وانت بتشتري عقار لازم تركز في كل التفاصيل، ولازم تتاكد انك مختار صح. لو انت مش هتعرف تعمل ده بنفسك، طبيعي يبقى يكون معاك حد فاهم وانت واثق فيه وشايف انه عنده الخبره الكامله يقدر يساعدك يوصلك لده. بس المهم ان انت تبقى درست الموضوع كويس، شفت اختيار واثنين وثلاثة، راجعت امورك المالية انك تقدر تسدد كويس في المكان اللي انت هتشتري فيه، راجعت المميزات اللي موجودة في المشروع وان هو فعلا هيشتغل بشكل كويس، وقارنت اكتر من اختيار لغاية ما توصل للاختيار فعلا اللي هو هيبقى مناسب ليك من كل الاتجاهات. في الاخر يعني انا اتمنى ان كل اللي بيشتري عقار يقدر يتوفق في اختياره ويوصل للحاجه فعلا الكويسه والحاجه المناسبه. طبعا انا مش محتاج اقول، لو بتشتري في العاصمه الاداريه الجديده ومهتم انك تختار وحده فعلا مميزه سواء اداري او تجاري او طبي او سكني، ومحتاج حد يساعدك ويكون معاك خطوه بخطوه من بدايه تحديد البادجت وتحديد النوع الاستثمار اللي هندخله ونوع العقار اللي هنشتريه لغايه ما نخلص عقودنا ونستلم العقد بتاعنا، ويمكن كمان لغايه ما تستلم وحدتك ان شاء الله. هتقدر تكلمني وهتلاقيني معاك انا وفريق المبيعات، هنساعدك خطوه بخطوه ونوصلك لاستثمارك الامن.